وانا علشان اكون ثابت افضل اطلع على الميزان واطلع وانزل من على الميزان كل يوم واشوف ان انا بنزل ولا ما بنزلش؟ اكيد لا. يعني ايه ثبات؟ ثبات اقل حاجه ببقى اقول ان انا ثابت فيها ان انا بعمل من اسبوعين ل3 اسابيع انا ثابت شكل مقاسات ميزان. غير كده انا مفيش حاجه اسمها ثبات. طيب لو انا عندي ثبات فعلا بعمل ايه؟ ناخد بالنا يا جماعه الاول نعرف تعريف الثبات زي ما انا قلت من شويه، وبعد كده نشوف اسبابه ايه، وبعد كده نشوف علاجه ايه. احنا بنستسهل قوي لما ننزل ونطلع، احنا بنطلع من الميزان وبننزل الميزان قبل الاكل وبعده. فبيحصل ايه؟ بيحصل ان انا بيجي لي احباط. بيحصل ايه؟ ان انا بقول طب انا هكسر الثبات. اول حاجه بكسر فيها الثبات ان انا اوقف الدايت او ابوظ الدايت وارجع ارجع له تاني. ده انا لو عرفت ارجع له. طيب انا علشان اكون ثابت المفروض 3 اسابيع، من اسبوعين ل3 اسابيع بقف على الميزان، شكل جسمي ومقاساتي والميزان ثابت. طيب انا علشان اوقف الموضوع ده اعمل ايه؟ الاول اتاكد ان انا ماشي صح، ان انا ما باكلش اكتر من سعراتي، ان انا ما باكلش نوعيه الاكل بتاعتي مش مظبوطه، ان انا الدايت بتاعي ده اصلا مظبوط وعشان. لو انا بعمل كل ده يبقى انا هبتدي اعمل خطوات كسر الثبات. اشرب ميه، اشوف الدايت بتاعي، يمكن اكون انا عامل عجز سعرات جامد، اظبط نوعيه الاكل بتاعتي، ازود الرياضه لو ما بلعبش رياضه، الصيام المتقطع لو انا بعمله بغير في مواعيده، ما بعملوش ادخله. وبعد كده بستنى. الشاطر هو اللي بيكمل، والشاطر هو اللي عنده اراده يكمل للاخر. وبرده ما تعملوش دايت، اهم حاجه ان انا بغير عاداتي وهو ده الدايت المظبوط.